فيلمنا بيبدأ مع ليندا اللي بتكون سهرانة مع صاحبتها سارة في البيت، وبيكون معاهم صندوق فيه حاجات والدة سارة اللي ماتت من قريب، وبيتفرجوا على الحاجات اللي فيه وبيلاقوا كاميرا صور فورية، وده نوع قديم من الكاميرات بيطلع الصور بعد 3 دقايق بس. وبتقول سارة إنها عايزة تتصور بيها علشان تبعت الصورة لحبيبها ويكون هو الوحيد اللي معاه نسخة منها، فبتصورها ليندا بالكاميرا، بس لحظة التصوير بيظهر ظل وبيختفي فورا، وبعدها بيكون الوقت اتأخر. فبتروح ليندا على بيتها وبتنزل سارة علشان تقفل باب البيت وراها، بس بتسمع صوت غريب جاي من الكاميرا، وأول ما بتمسكها الصوت بيختفي، وبتبص في الصورة بتلاقي خيال واقف وراها، وفجأة النور بيقطع، فبتحس بحركة في البيت وبتفكر إن ليندا بتعمل مقلب فيها، وبتطلع تنادي عليها بس محدش بيرد. وبتلاقي كرة صغيرة وقعت من المخزن اللي في السقف، فبتطلع على السلم علشان تعرف مين اللي رماها، بس بمجرد ما توصل فوق بيقع السلم اللي طلعت عليه بدون أي سبب، وفجأة بتلاقي شبح مخيف بيمسك ايدها، فبترجع بظهرها بسرعة وبتقع في الفتحة اللي طلعت منها، بس قبل ما تلمس الأرض بتتسحب لفوق وبتنزل مقتولة. وبعدها ب5 سنين بنروح لبنت اسمها بيرد، ودي طالبة في مدرسة ثانوي، وبنعرف إنها انطوائية وما بتتكلمش كتير مع الناس، لكنها بتحب التصوير جدا، وبتكون معجبة بزميلها في المدرسة واسمه كونر، وبتحاول تصوره وهو واقف مع أصحابه، بس لما بيشوفها بترتبك وبتمشي بسرعة. وبعدها بتروح لمحل تصليح الخردوات والأجهزة القديمة وبتكون شغالة فيه، وده لأنها بتحب التحف القديمة. وبيجيلها صاحبها تايلور اللي بيشتغل معاها في المحل، وبيقول لها إنه جايب لها كاميرا هدية اشتراها من مزاد للتحف، وده لأنه عارف إنها بتحب التصوير جدا، وبيكون واضح عليه إنه بيحبها، فهي بتنبهر جدا بالكاميرا وبتقرر تصوره هو أول صورة علشان تجرب الكاميرا وتشوفها شغالة ولا لأ. وبعدها بتخرج مستعجلة علشان ترجع البيت، ولما بتوصل بتطلع الكاميرا الجديدة بتاعتها وبتكون فرحانة بيها وبتبقى عايزة تصور الكلب بتاعها، بس قبل ما تصوره بتيجي صاحبتها كيسي وتحاول تقنعها تروح معاها الحفلة التنكرية اللي هتتعمل بالليل. وبالليل بتلبس بيرد زي تنكري وهو ذات الرداء الأحمر، وبتخرج تركب معاهم العربية وبتاخد معاها الكاميرا بتاعتها علشان تصور كام صورة للذكرى. وفي نفس الوقت ده بيكون تايلور لسه موجود في محل الخردة وبيقفله علشان يمشي، لكنه بيلاقي رسالة من صاحب المحل بيقوله إنه سايب له مجموعة صور علشان يجربها على جهاز العرض ويشوفها سليمة ولا لأ. وبيبدأ يجربها على الجهاز، بس بيلاحظ إن في خيال موجود في كل الصور، فبيفكر إن في حد واقف ورا الستاير اللي هو معلقها، فبيرمي الستارة على الأرض علشان يضرب اللي وراها، لكن ما بيلاقيش حد، فبيفتكر إن العيب في الجهاز نفسه. لكن بتبدأ الستارة تترفع قدامه وبيكون فيها كائن مرعب، وفجأة بيهجم عليه ويقتله. وبنرجع تاني لبيرد اللي بتكون وصلت الحفلة وبتحاول تتأقلم مع الموجودين، وده عكس شخصيتها تماما. وهناك بتقابل إيفري اللي بتكون متنكرة في شخصية ساحرة، وبتقول لها إنها بتقدر تشوف المستقبل من خلال كروت التاروت بتاعتها، وبتخليها تسحب كارت وبيكون بيدل على الموت. فبترتبك بيرد أكتر ما هي وبتروح تقف لوحدها، فبتلاقي واحد لابس قناع مخيف باصص لها وبيقرب منها، بس لما بيشيل القناع بتتفاجئ إنه كونر اللي هي معجبة بيه، وبيلاحظ في شنطتها الكاميرا وبيسألها عنها، فبتقوله إنها كاميرا قديمة جدا وفريدة من نوعها وإنها شايلها معاها لأنها بتحب التصوير. وبيقطع كلامهم ديف وحبيبته مينا وبيطلبوا من كونر إن يتصور معاهم سيلفي، فبتعرض عليهم بيرد إنها تصورهم بالكاميرا بتاعتها، وقبل ما تصورهم بتنضم لهم كيسي هي كمان، بس بتلاحظ بيرد وجود خيال غريب وراهم في لحظة التصوير وبتكون مستغربة وبتستنى تشوف الصورة، لكن بتلاقيها حلوة ومفيهاش أي حاجة. وبعدها بتيجي إيفري صاحبة الحفلة وبتتضايق إنهم اتصوروا من غيرها، فبتاخد الكاميرا وتصور نفسها، وقبل ما تشوف صورتها بينادي عليها حد من الموجودين لأن البوليس جه وطالب صاحبة البيت. وبعدها بينادوا بيرد لأن البوليس بيدور عليها، وبتروح معاهم لمركز الشرطة، فبيبلغها المأمور إن صاحبها تايلور اتقتل في المحل، وبيسألها لو تعرف أي حد كان ليه مصلحة في موته تبلغه فورا، لكنها بتتصدم من الخبر. وبعدها بتيجي والدتها علشان تروحها، وبتدخل أوضتها وبتتفرج على الصور وهي زعلانة، بس بتلاحظ إن الخيال اللي كان في صورة تايلور اختفى واتنقل لصورة إيفري، فبتفكر إنها تتصل بيها علشان تطمن عليها، لكنها بتشوف إن الموضوع مش مستاهل وبتنام. وفي الوقت ده بتكون إيفري في بيتها وبتلم كل حاجة خاصة بالحفلة وبتنزلها البدروم، لكن بتحس بخطوات في البيت وبتخرج تدور على مين لسه موجود مع إن الحفلة خلصت خلاص. وبتكون حاطة تمثالين قدام الشباك، لكن في الضلمة بتلاقيهم بقوا 3 تماثيل، وفجأة واحد منهم بيجري عليها فبتحاول إنها تهرب منه بسرعة، لكنها بتخبط في كشاف متعلق على الحيطة وبتقع على الأرض، فبيهجم عليها الكائن المرعب وبيمسك رقبتها وبيقتلها.
وتاني يوم بتصحى بيرد علشان تروح المدرسة، بس بتتصل عليها صاحبتها كيسي وتبلغها إن إيفري ماتت. فبتجري بيرد علشان تشوف الصور وتلاقي إن الخيال اختفى من صورة إيفري واتنقل للصورة الجماعية بتاعت صحابها وبقى واقف ورا كونر. فبتفهم إن الكاميرا هي السبب، ولما بتحاول تدمرها بتطلع منها طاقة قوية بتوقعها على الأرض والكاميرا ما بتتأثرش. وبتروح فورا على المدرسة وبتجمع صحابها علشان تحكي لهم اللي حصل، وبتقول لهم إن الكاميرا هي السبب وإنها بتقتل أي حد يتصور بيها. وده حصل مع تايلور وبعد كده إيفري، والدور دلوقتي على حد فيهم أو كمان احتمال يكونوا الأربعة في وقت واحد. لكن محدش بيصدقها، وكمان بيتريق ديف عليها ويقول لها إنها مش معاها كاميرا سحرية يعني، وبياخد منها الصورة علشان يحرقها. بس أول ما النار بتوصل لدراع مينا في الصورة بيتحرق دراعها في الحقيقة، وكمان ما بيقدروش يطفوها إلا لما يطفوا الصورة الأول. فبترجع الصورة لطبيعتها من تاني، وبيتم نقل مينا فورا للمستشفى علشان تتعالج من الحرق اللي في دراعها. وبيقعدوا كلهم علشان يفهموا اللي بيحصل ويفكروا هيتصرفوا ازاي. فبتقول لهم بيرد ان الكاميرا دي جابها لها تايلور قبل ما يموت، وقال لها انه لقاها في مزاد على النت وكان معاها شنطة. فبتقرر ان تروح للمحل علشان تشوف الشنطة دي يمكن تقدر تفيدهم في حاجة. وفعلا بتروح المحل وبيوصلها كونر، وبتقوله إنها هتدخل لوحدها لأنها متصورتش بالكاميرا. ولما بتوصل للشنطة بتحس بحركة في المكان وبتشوف خيال قدامها، فبتجري وتحاول تخرج بسرعة لكن بتقع على الأرض. وبتلاقي إن الخيال بيقرب منها لكنه بيتأثر بالحرارة اللي خارجة من الدفاية. فبتكمل بيرد هروب وبتخرج من الشباك وبتجري بسرعة على كونر وبيتحركوا بعربيته. بس بتستغرب ليه الشبح ده بيطاردها، فبيقول لها كونر إنها للأسف ظاهرة معاهم في نفس الصورة، وده بسبب انعكاس لصورتها في الشباك اللي كان وراهم، وبكده يبقى هي كمان متعرضة لنفس الخطر زيهم. فبتتصل على صاحبتها مينا اللي في المستشفى وبتحكي لها اللي حصل وبتحذرها إن محدش فيهم يقعد لوحده أبدا. فبتحاول مينا تخرج من الأوضة علشان تروح لحبيبها ديف، لكن للأسف الكائن بيظهر وبيقتلها. وبعد شوية بيدخل ديف علشان يطمن عليها، لكن بيتفاجئ إنها مشنوقة قدامه. وبتيجي الشرطة وبتفهم إنه انتحار، وبيحاول ديف يشرح لهم اللي بيحصل لكنهم ما بيقتنعوش وبيفكروا كلامه من تأثير الصدمة. بعدها بتوصل بيرد مع كونر وبيتخانق معاها ديف ويقول لها كل اللي بيحصل لنا ده من تحت راسك انتي. فبتعيط بيرد وتروح تقعد لوحدها، فبيجيلها كونر علشان يحاول يهديها. فبتقرر إن تشوف حل للمشكلة اللي هما فيها، وبتفتح الشنطة وتفضي اللي جواها. فبتشوف ورقة مكتوب عليها إن الكاميرا دي ملعونة وإنها كانت دليل على جريمة قتل حصلت سنة 1974. فبتروح مع كونر لأرشيف المدينة وبيدوروا على أي خبر لجريمة قتل انتشر في الجرايد في السنة دي، لحد ما بيوصلوا الخبر خطف وقتل 3 أطفال من مدرس تصوير، وإن اسم المدرس ده هو نفس أول 3 حروف محفورين على الكاميرا. وكمان إنه كان مريض جدا لدرجة إنه كان بيحب يصور الأطفال وهو بيعذبهم بالكاميرا بتاعته، وقبل ما يهرب الشرطة قتلته. وبالليل بتروح بيرد تقابل صحابها وتقول لهم إن الكائن لما هجم عليها في محل الخردة اتأثر من حرارة الدفاية، وبكده بيفهموا إن الحرارة هي نقطة ضعفه. بس بيفقد ديف أعصابه وبياخد الكاميرا علشان يكسرها، فبيحاول كونر يهديه علشان ده مش هيفيد بحاجة، لكن للأسف بيدوس بالغلط على زرار التصوير وبتطلع صورة لديف لوحده. وساعتها بيبصوا في الصور ويلاقوا إن الخيال اتنقل من صورتهم الجماعية لصورة ديف، وده بيوتره أكتر. فبيمسك الكاميرا تاني ويهددهم إن اللي هيحاول يمنعه فيهم هيصوره علشان يبقى الدور عليه هو. وبعدها بيقرر يصور بيرد لأنه شايف إنها السبب في كل اللي بيحصل ده. ولكن صاحبتها كيسي بتلحقه وبتغرز قلم في إيد ديف اللي في الصورة، وطبعا بتتأثر إيده والكاميرا بتقع منه. ولما بينفعل عليها بيجي ضابط شرطة ويحاول يهديه لكنه بيضربه بدون قصد، فبيقبض عليه الضابط وبيحبسه في اسم الشرطة. وهناك بتحاول بيرد إنها تتكلم مع المأمور وتقوله إن في كائن مرعب في الكاميرا وبيقتل أي حد بيتصور بيها، وبتقترح عليه إنهم يدوروا في بيت المدرس اللي كان عايش سنة 74. فبيقاطعها المأمور ويقول لها إنه مش مقتنع بأي حاجة قالتها، وبيحذرهم يقربوا لبيت المدرس ده، وبيقول لهم إنه مش هيخرج صاحبهم ديف من الحجز إلا بعد مرور 24 ساعة. بس لما بيخرجوا بيقرروا يروحوا لبيت المدرس ويدوروا هناك بنفسهم. بس هناك بيقابلوا مرات القاتل، وفي البداية بتكون رافضة تتكلم معاهم لحد ما بيوروها الكاميرا، بس هي بتقول لهم إن الكاميرا دي مش بتاعت جوزها وإنها كانت بتاعت بنتها ريبيكا. وفي الوقت ده بيكون ديف محجوز في القسم وبيحاول ينادي على أي حد يساعده ويخرجه من الحجز، ولكن فجأة النور بيقطع وبيشوف ديف الكائن واقف وراه وبيهجم عليه وبيقتله. وبنرجع تاني لمرات القاتل وبتقول لهم إن هي اللي اشترت الكاميرا دي لبنتها ريبيكا، وإنها كانت بتحب التصوير وكانت فرحانة بيها جدا وبتاخدها معاها في كل مكان، لكن للأسف أصحابها كانوا دايما بيتنمروا عليها
وده لأنها طفلة انطوائية وبتحب دايما تفضل لوحدها. وفي يوم بعد المدرسة ضحك عليها 4 أولاد وخرجوها معاهم وخلوها تشرب وتسكر، وبعدها صوروها بالكاميرا بتاعتها صور مخلة، وتاني يوم نشروا الصور دي في المدرسة كلها، وده كان السبب في إنها انتحرت وأنهت حياتها. لحد ما الصور دي وصلت لوالدها مدرس التصوير، وقرر إنه ينتقم منهم ويعذبهم وهو بيصورهم زي ما عملوا مع بنته وقتلهم، لحد ما الشرطة هجمت عليه وهو في معمل المدرسة وضربته بالنار، فوقع في حوض التحميض وهو ماسك الكاميرا في إيده واتكهرب لحد ما مات. وبالرغم من محاولته لقتل ال4 إلا إن في واحد منهم ملحقش يقتله والشرطة أنقذته وبتوريهم صورته، فبياخدوها ويروحوا أرشيف المدرسة علشان يعرفوا مين الطالب اللي فاضل. وبموته الشبح مش هيكمل قتل، بس بيكتشفوا إن الرابع ده يبقى هو المأمور اللي طلب منهم يبعدوا عن بيت القاتل، وبيتفاجئوا إن المأمور نفسه بيراقبهم وبيدخل وراهم ومعاه كيسي اللي كانت بتأمن لهم الطريق من بره، وبيقول لهم إنهم اقتحموا المدرسة وممكن يحبسهم. فبياخد كونر الكاميرا بسرعة ويصور المأمور علشان تخلص اللعنة، بس المأمور بيقول لهم إن القصة دي كلها كذب، وإن والد ريبيكا هو اللي كان مريض نفسي وكان بيعذبها وهو اللي صورها الصور المخلة، وإنه هو وزمايله لما شافوه حاولوا ينقذوها ويقدموا الصور للشرطة، لكن ساعتها هو عرف وقرر إنه يعاقبهم ويتخلص منهم قبل ما سره يتفضح. بس لحسن حظه إنه ملحقش يقتله والشرطة أنقذته في آخر لحظة. ولأن ريبيكا كانت طفلة بريئة جدا حست بالذنب تجاه زمايلها اللي اتقتلوا بسببها، وعلشان كده قررت إن تنتحر. وبيقول لهم علشان يتأكدوا من كلامه يدوروا في تاريخ انتحار ريبيكا وهيلاقوه بعد ما والدها اتقتل. وفجأة النور بيطفي ويظهر الكائن تاني، بس المرة دي بيمسك صورة المأمور وبيقسمها نصين، وبالتالي المأمور كمان بيتقسم وبيموت. وبكده بيكتشفوا إن كلام المأمور كان صح، والقصة اللي حكتها أم ريبيكا هي اللي مش حقيقية. وبيكمل الشبح مطاردة ليهم، فبتهرب بيرد وكيسي ناحية الحمام وبتشغل المية السخنة علشان البخار يمنعه من لمسهم، وبينجحوا فعلا إن يخلوه يسيبهم ويبعد عنهم. فبتخرج بيرد علشان تدور على كونر، ولما بتلاقيه بتقوله إن عندها خطة كويسة علشان يتخلصوا من الكائن ده، فبتاخد الكاميرا وتروح تجري ناحية الشبح، وأول ما يمسكها علشان يقتلها بتصوره وبتطلع الولاعة اللي معاها وبتحرق الصورة، وبالتالي الكائن بيتأثر وبيتحرق ويموت. وبتروح بسرعة تطمن على كونر وكيسي وبتقول لهم إن خلاص هيقدروا يعيشوا حياتهم بسلام، وبعدها بتروح ترمي الكاميرا في البحر علشان تتخلص منها للأبد. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو مش مشترك علشان تتابع كل الملخصات الجاية. سلام عليكم.